في هذا الفيديو غادي نشوفوا فيديوهات حقيقية كتحبس الأنفاس، لحظات عادية تحولت في ثواني لمواقف خطيرة ومرعبة، من حوادث مفاجئة لهجومات بلا رحمة، قصص وقعات فعلا وغادي تخليك متحمس حتى لآخر ثانية. كنتي من الناس اللي كيعجبوا هذا النوع ديال الفيديوهات؟ خليك معنا، دير لايك سبسكرايب باش توصلك الحلقات الجاية، ونبداو على بركة الله. هذا الفيديو تم التصوير ديالو في إفريقيا أثناء قيادة هذا السائق على الطريق السريع. انتبه لشيء خطير، لاحظ أن الشارع مغلق وأدرك تماما أنه غادي يتعرض للهجوم في أي لحظة. وفعلا لاحظ اقتراب مجموعة ديال الأشخاص من الشاحنة ديالو. Regardez pour passer! Regardez pour passer! Allez, regardez pour passer! Regardez pour passer! Regardez pour passer, regardez pour passer! Il faut là pour! Regardez pour passer! Regardez pour passer! Passer! وصل regardez pour passer! Il faut passer dans regardez pour passer dans il faut là regardez pour passer dans le nazo il faut passer dans il faut passer dans شوية ما وصلنا للنار وليد اجي ما نقول سامع ليمون اول ما نقول سامع ابو ما نقول يا ولد سامع يا بلا وقت ناشط وما هون وما وندرمو. السائق حاول الدفاع على راسه، ولكن عدد المهاجمين كان كبير بزاف. المجرمين سرقوا جميع الأموال والمعدات ديالو، حتى أنهم حاولوا يسرقوا الشاحنة، لكن السائق لحسن الحظ رمى المفاتيح في الغابة، والحمد لله السائق ما وقعت ليه حتى شي حاجة، وطلقوا سراحه فاش سالاو من عملية السرقة. أثناء السياقة في الطريق السريع وقعت مشاجرة بين الراجل ومرته. نتيجة هذا المشكل كانت كارثية. الزوج غادي يدير واحد التصرف خطير. انحرف بالسيارة ديالو وخرجت على الطريق وتصدمات مع السيارات جايين في الجهة المقابلة. نتيجة الحادث كانت قاتلة، ماتت الأم وبنتها الصغيرة، أما الزوج ما تجرحش وما وقعت ليه حتى شي حاجة. في الأول البوليس اعتقدوا باللي الحادث عادي، ولكن اللي صورته كاميرات المراقبة كان مختلف تماما. كتبان الأم وهي في حالة خوف شديد، بينما الأب كان هادئ بزاف، والشرطة وجهت للأب تهمة التصفية، وخرجت عائلته لوسائل الإعلام في محاولة باش يدافعوا عليه. Brother is innocent. We believe that this was a horrible accident. We believe that, and I believe the evidence is going to show the truth. القضية مازال معروضة قدام المحكمة. كنتمنى تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واش هذا الحديث كان متعمد ولا غير حادث عرضي. هاد الواقعة الغامضة وقعت في روسيا. كان سائق الشاحنة غادي في منتصف الليل في طريق سريع. فجأة غادي تصور كاميرا المراقبة واحد الضوء قوي يشعل في السماء، بحيث أنه ضوى الطريق كاملة. ولحد الآن باقي ما لقاو ليها حتى شي تفسير. بعض الناس تيقولوا الفضائيين، وبعض الناس يقولوا ظواهر طبيعية، والله أعلم. خليونا في التعليقات شنو يكون السبب ديال هاد الضوء. الفيديو التالي تصور في ولاية شيكاغو. قربت السيدة لواحد الدار وحاولت تطلب المساعدة.
Please help me! Please help me! قرب منها شخص غريب وخطفها لمكان مجهول. السيدة حاولت تدافع على راسها بالقوة ولكن ما قدرت دير والو. صاحب الدار بلغ الشرطة على اللي وقع، ومن بعد الشرطة قدروا يكتشفوا فين كانت السيدة وحروها. أما المجرم تشد وتحاكم بتهمة الاختطاف والإيذاء. هاد الفيديو تصور في بريطانيا. السيدة اللي كتبان قدامكم هي الملكة ديال الدار. تختطفات وتفرض عليها ترجع للدار بالقوة. داخل الدار كان ولدها الوحيد. كانت كتشوف الكاميرا بنظرات غريبة، بحال الا كتطلب من ولدها ما يفتحش الباب باش ما يتعرضش للخطر، ولكن ولدها تصرف بطريقة مختلفة، بحال الباب باش ما تأذاش الأم ديالو. Do it again. No, gets it. سرقوا كل شيء، ولكن الأهم هو أنهم ما أذوش صحاب الدار. في عام 2011 توافدوا الآلاف ديال الناس باش يتفرجوا في واحد العرض جوي. كان كل شيء مزيان وكانوا مستمتعين بالعرض، ولكن في لحظات قليلة غادي يتحول المكان لجحيم. Talk about hauling ass. Those first couple, you can really tell they're moving. Yeah. Yeah, he is. Around the valley. Talking on the radio. I went over yesterday to talk to him. He lives right there. Oh my God! Oh my God! We gotta get out of here. Get out of here. Let's go out. Oh my God. طاحت وحده من الطيارات وسط الحضور، والسقوط كان عنيف بزاف. في هذه الحادثه مات بزاف ديال الناس وزيد عليهم حتى كابتن ديال الطياره. العرض اللي كان من المفروض يكون ممتع للحضور ولا كابوس ما كيتنساش. اثناء نوم صاحب الدار الكاميرا تصورت تحركات غريبه، خصوصا حدا الباب تحل بوحدو والراجل فطن باللي وقع، وظن باللي الباب تحرك غير بسبب الهواء ورجع ينعس. ولكن اللي وقع من بعد كان مرعب فعلا. الباب تسد بعنف. الراجل فاق من قوة الضربة ولا واعي تماما بخطورة اللي وقع في الدار. الفيديو التالي تصور في ولاية كاليفورنيا. قربوا جوج أشخاص لواحد الدار وكانت الساعة من بعد منتصف الليل، ومن المستحيل يكون شي زائر في هذا الوقت المتأخر من الليل. منين شاف صاحب الدار الكاميرا تبين ليه وجود جوج ديال الرجال قدام باب الدار، كانوا كيحاولوا يخبيو الشكل ديالهم. Yo! Yo, Kevin! Come on, bro. وهذا الشيء كيدل باللي نواياهم خطيرة. واحد من الشبان نادى صاحب الدار بسميتو، وبالتالي باين ما كانش محاولة سرقة، ولكن كانوا كيحاولوا يهاجموا صاحب الدار. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموا بلايك وتشاركوه مع أصحابكم، وكتبوا لينا في التعليقات شنو أكثر حادثة خوفاتكم. كان معكم خوكم بوعيادي، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.